زعما اسمح لي نقول لك سي محمد الخمليشي، كان نهنيك كثير لان كتمارس الفن، كتمارس الموسيقى، ولكن القدره ديالك الفكريه المعرفيه الاكاديميه في المجال مرتفعه جدا. وكتعرف ان المجال ديال الموسيقى ربما نادرا، والنادر لا يقاس عليه باش كنصيبوا شي بحال لاعب الكره، نصيبوا شي واحد كيركب جمله حقيقيه بخلفيات ومرجعيات واستشراف كذلك. كنسعدوا كثير ملي كنوجدوا فنان بهذا المستوى ديال الادراك والمعرفه للمجال اللي كيشتغل فيه. انا اقول لا يوجد فنان بدون معرفه، لا يوجد فنان بدون علم، او فنان ناقص، والفنان الناقص لا يصل الى الارواح. خيره الاسماء في الانشاد والموشحات والسماع والمديح سي محمد الخمليشي، وما شاء الله القدره ديالو التحليليه والمعرفيه في المجال تبهر. الدكتور احمد العقد، وكان معنا قبل قليل صديقنا وزميلنا مصطفى كينيت. سي محمد الخمليشي، اليوم كاين جيل جديد الحمد لله في كل المجالات اللي متمكن جدا، فقط خصنا غير نفتحوا لها الابواب، وفقط خصنا يكون عندنا ذاك الدرايه بالبحث. طنجه مثلا في المجال الفني، في المجال الموسيقي اليوم اصوات كثيره موجوده، ولكن خص تكون اللي المنقب عليها واللي يفتح لها المجال كذلك. سي محمد الخمليشي غير هذه السنوات لا احد في مدينه طنجه كان كيخول له انه يتناول الميكروفون، ماشي باش يتكلم، غير باش ينشد واحد المساحه زمنيه. والتباري والتنافس في المجال ماشي دائما كيكون موضوعي، وما كيكونش دائما صحي. أنا أدعو جميع الفنانين، ليس فقط الطنجيين وإنما جميع الفنانين المغاربة، أن يركزوا على المجال المعرفي والثقافي لاستمرار سفينة المجال. القوة الشخصية والقناعة في ذاتهم وفيما يمتلكون من مؤهلات ومهارات.